السلام عليكم. من أسبوع دخل نصراني على منشور عندي في الفيس وكتب تعليق بيقول فيه إن القرآن كان بيكتب بدون تنقيط وبدون تشكيل، ولما وضعوا النقط والتشكيل في المصاحف حصلت أخطاء وتحريفات كثيرة. فرديت عليه ووضحت له إنه كلامه غير صحيح لعدة أسباب، وبينت له إن كلامه ينطبق تماما على الكتاب المقدس، وإنه بدون أن يدري شهد على تحريف كتابه. في الفيديو إن شاء الله هنرد على هذه الشبهة من الناحيتين، الإسلامية والمسيحية، فتابعونا للنهاية. مشكلة الشبهة دي والشبهات المشابهة إنها بتنزع القرآن من سياقه التاريخي، فهو متصور إن القرآن عبارة عن نص غير معروف وجدوا المسلمون في المخطوطات، وكان النص اللي وجدوه بدون تشكيل أو نقط، فرأوا أن يضيفوا التشكيل والنقط لهذا النص. فلما أرادوا أن يضيفوا النقاط كانت في كلمات تحتمل كذا شيء، لأن حرف الفاء والقاف مثلا متشابهين، الباء والتاء والثاء متشابهين، الجيم والحاء والخاء متشابهين لأنهم بدون نقاط. فلما وجدوا كلمة مثل هذه احتاروا، هل يجعلوها قتل ولا قبل ولا قيل ولا فيل ولا فتل، فاجتهدوا ووضعوا النقاط على الكلمة حسب رأيهم الشخصي. وممكن نلعب شوية في النقط زي ما الملحد شريف جابر كان بيقول، وتبقى الكلمة سريانية مش عربية. لكن هل فعلا المسلمين وجدوا القرآن في مخطوطات وما كانوش عارفينه مسبقا وتفاجئوا بالكلمات فاجتهدوا في تشكيلها وتنقيطها حسب السياق؟ طبعا ده مش صحيح، لأن القرآن كان محفوظ شفهيا وكانت كل كلماته معروفة جيدا، لأن مع أول لحظة في نزوله بدأ المسلمون يتسابقون على حفظه ويقرؤونه في الصلوات. فلما كتب القرآن في البداية كان بدون نقاط أو تشكيل، ولما أراد المسلمون أن يضيفوا النقط والتشكيل ما كانتش عملية اجتهادية منهم تخضع لآرائهم أو أهوائهم أو ظنونهم، لكن كانوا بيضعوا التشكيل وفقا للنص اللي هم حافظينه بالفعل. فلو أنا جبت لك نص زي ده وقلت لك حط لي النقط عليه، هتقدر تعمل ده بسهولة لأنك عارف النص بالفعل، وهتحط النقط وفقا للي انت حافظه مسبقا. بخلاف لو جبت لك نص زي ده الموضوع هيكون مربك، لان النص بالنسبه لك مش معروف ولا محفوظ. ده غير ان المسلمين لم ينتظروا فتره طويله حتى يقوموا بتشكيل وتنقيط القرآن، بالعكس كل ده تم في بدايه الاسلام في القرن الاول الهجري. يعني ابو الاسود الدؤلي هو اول من وضع التشكيل على الكلمات، وكان تشكيله عباره عن نقاط بلون مختلف عن لون المصحف، نقطة فوق الحرف يعني فتحة، نقطة تحت الحرف يعني كسرة، نقطة بعد الحرف يعني ضمة، ولو نقطتين فده تنوين. طيب أبو الأسود الدؤلي كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ 100 200 300 400؟ لا، أبو الأسود الدؤلي ولد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات فقط، يعني عاصر كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من المصاحف القديمة نجد فيها تشكيل أبو الأسود الدؤلي، مثل هذه المخطوطة وهي مخطوطة بيترمان رقم 38، وهي محفوظة في مكتبة برلين الحكومية، وتاريخها من نهاية القرن الأول لبداية القرن الثاني الهجري، يعني من الفترة دي. وبتبدأ الصفحة من الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. سنجد أن الآيات مكتوبة بالحبر الأسود، وهناك نقاط حمراء واضحة مثل الكلمة الثالثة علم، سنجد تحت العين نقطة للدلالة على أن الحرف مكسور، وتحت الميم نقطتين للدلالة على التنوين بالكسر علم، وهكذا باقي الكلمات. وغيرها من المخطوطات مثل مخطوطة فيتسشتاين 1925 المحفوظة في مكتبة برلين الحكومية، وهي من القرن الثاني الهجري، سنجد نفس الشيء. فالتشكيل موجود في مخطوطات القرآن التي ترجع للقرن الأول والقرن الثاني الهجري، يعني لم ننتظر أكثر من 2000 سنة حتى نضيف التشكيل للحروف كما في حالة العهد القديم العبري. بعد إضافة هذا التشكيل جاء نصر بن عاصم. نصر بن عاصم هو تلميذ أبو الأسود الدؤلي، وأضاف النقاط للحروف، نقطة الفاء والقاف الجيم والخاء وهكذا. هذا أيضا تم في القرن الأول الهجري وفي حضور بعض الصحابة،
لأن نصر بن عاصم مات سنة 89 هجرية، وتم التنقيط بناء على الحفظ وليس اجتهاد وفقا للهوى أو الرأي أو لمجرد فهم السياق، بل بناء على النص الذي يحفظه المسلمون مسبقا، وبالتالي لا مجال للاجتهاد هنا. بعد ذلك جاء الخليل ابن أحمد الفراهيدي في القرن الثاني الهجري وابتكر نظاما جديدا غير نظام التشكيل الذي ابتكره أبو الأسود الدؤلي، وهو نفس نظام التشكيل الحالي. يعني الخليل ابن أحمد لم يغير تحريك الحروف المعمول في القرن الأول الهجري، إنما غير العلامات التي تعبر عن هذه الحركات. فالقرآن كان يكتب بدون تشكيل وبدون نقط لأنهم حافظينه وعارفينه جيدا. ومع اتساع رقعة الإسلام ودخول غير العرب في الإسلام ظهرت الحاجة لتسهيل النص المكتوب وتوضيحه حتى يستطيع أن يفهمه المبتدئ في اللغة العربية. وهكذا كل اللغات، مثلا اللغة العبرية حينما يبدأ الشخص في تعلمها فإنه يحتاج جدا للتشكيل حتى يتمكن من القراءة والفهم. لهذا ابتكر المسلمون في القرن الأول رموزا ووضعوها في المصاحف للتعبير عن التشكيل ولتمييز الأحرف المتشابهة تسهيلا على غير العرب. فتشكيل المصاحف وتنقيطها كان في القرن الأول الهجري، وكان بناء على الحفظ المسبق. يعني القرآن لم يظهر فجأة أمام المسلمين ولم يحتاروا في تشكيل وتنقيط الكلمات، إنما كانت الكلمات والآيات محفوظة شفهيا، وأضيفت النقاط والحركات بناء على الحفظ وليست عملية تخمين أو بناء على السياق فقط. لكن بالنسبة للعهد القديم الذي يقدسه اليهود والنصارى فهو مكتوب أصلا باللغة العبرية، وكان مكتوبا من بدايته لنهايته بدون تشكيل. يعني من بداية سفر التكوين اللي بيقول برشيد براء إلهيم إت هالشمايم وإت هآرتس והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך ויקרא אלוהים לאור يوم ולחושך קרא לילה ויהי ערב ויהי בוקר يوم אחד لحد آخر سفر ملاخي. كل ده بدون تشكيل. طيب متى أدخل التشكيل على هذا النص العبري؟ أدخل التشكيل والحركات على الحروف العبرية بعد القرن السابع الميلادي على يد جماعة الماسوريين. يعني التشكيل دخل على النص بعد موسى عليه السلام بأكثر من 2000 سنة، ولم يكن النص محفوظا شفهيا. فوضع التشكيل كان بناء على فهم المشكل للكلمات. لهذا لو رجعنا لمخطوط قمران العبرية والتي تعود للفترة من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي سنجدها بدون تشكيل، لا في بتح ولا حيرق ولا حولم ولا حلم جدول ولا أي شيء. فإضافة الحركات في زمن متأخر جدا عن زمن كتابة النص نتج عنها أخطاء كثيرة، لأن إضافة الحركات كانت فقط بناء على فهم المشكل للسياق وبناء على رغباته وأهوائه. في النهاية كما رأينا في أن الشبهة اللي أرادوا بها الطعن في القرآن هي في حقيقة الأمر تنطبق تماما على كتابهم المقدس، والقرآن أعز وأجل وأعظم من كل هذه الشبهات والافتراءات. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك لتدعمونا وانشروه بين المهتمين لتعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة لتصلكم باقي الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. وإذا أردتم أن تتبرعوا للقناة لنستمر ونتطور فيمكنكم ذلك من خلال باتريون والرابط في وصف الفيديو. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.